عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي طلاب الفرقة التانية، المحاضرة الكام؟ الأولى، قسم دبلوماسي كونسولي قانون البحار. صلى على النبي. بص يا باشا، النهارده البداية الممتعة للعلاقات الدولية. الموضوع كله هيبقى مبني النهارده على أفكار سياسية. وبص يعني بمعنى أصح أنا دلوقتي دولة زي مصر، عايز أعمل شأن السياسي في مسألة معينة، أو أنفذ مثلا فكرة معينة مع دولة معينة. كل اللي أنا هقدر أعمله هعمل إيه؟ هجيب مجموعة من الناس السياسيين وهبعتهم على الدولة ديت يتفاوضوا معاها في مسألة معينة، وبعد كده هلجأ إن أنا أعمل إيه؟ أعمل المعاهدة الدولية اللي إحنا بدأنا بيها في القسم الأول. فالموضوع كله هيكون مبني على إيه؟ مبني على حاجة اسمها الدبلوماسية. وقبل ما أقول الدبلوماسية تقول لي إيه؟ تنفيذ السياسة الخارجية. تمام؟ طيب لما اجي اقول قنصليه تقول لي ثمره التجاره الدوليه. صعب الكلام يا باشا. طيب يبقى احنا كده بنتكلم عن ايه يا بطه؟ بنتكلم عن القانون الدبلوماسي وقانون القنصلي، والاثنين مجموعه قواعد بتحكم اي بعثه دبلوماسيه. مجموعه ايه؟ قواعد بتحكم اي بعثه دبلوماسيه. طيب ونرجع تاني ونقول لما اجي اقول دبلوماسي تيجي تقول لي ايه؟ تنفيذ السياسه الخارجيه. لما اجي اقول قنصلي تقول لي ثمره التجاره الدوليه. صعب الكلام. طيب واجي اقول لك في اول الموضوع، ذلك هو القانون به مجموعه من القواعد تحكم الممثلين الدبلوماسيين السياسيين والقناصل اللي هم ثمره التجاره الدوليه من بدايه تعيينهم حتى الايه؟ النهايه. هو ده القانون الدبلوماسي. واقول لكم على حاجه، رغم ان احنا بنحترم القوانين الخارجيه والقانون الدولي، الا ان كل دوله ليها حق ان هي تحط القانون اللي هي عايزاه. ما اقدرش ان انا اتدخل في تنظيمها للقانون الدبلوماسي او القانون البعثه الدبلوماسيه. بمعنى انا كدوله زي مصر بيبقوا مختارين 1 و2 و3 و4 و5 و6 مثلا. اقول مثال، انا مثلا رايح اعمل معاهده عن الصحه. فياخدوا الناس بتوع الصحه 2 من بتوع مجلس الشعب، على 2 من بتوع الوزاره، على 2 من المحافظات، على 2 من هنا، بحيث ان هو يعمل ايه؟ هيكل دبلوماسي فاهم في الحاجه ديت بالذات يا راجل. بمعنى اصح انا طالع انفذ سياسه خارجيه، عايز اعمل معاهده دوليه. طب والمعاهده الدوليه اي حد هيقوم بيها؟ لا، ده لازم واحد يكون فاهم سياسيا وفاهم دبلوماسيا. ما هو لما اجي اقول لك انت هتشتغل في السلك الدبلوماسي، تعرف ان انت راجل هتبقى عندك وقار كده شخصي، لازم يكون فيك مثلا شخصيه معينه، فيك صوره معينه عشان تنفذ لي السياسات الخارجيه برضه. عشان تقدر انت هتتعامل باسم الدوله بره. فانا بقول لك ايه؟ هي مجموعه قواعد بتحكم مين؟ الممثلين الدبلوماسيين والقناصل من بدايه تعيينهم حتى النهايه، لحد ما ابدا ان انا خلاص انا مش عايزهم، او ان هم انتهى الوقت بتاعهم. وخلي بالك، عايز اقول لك على حاجه. انت هنا عندك بعثه دبلوماسيه دائمه، وايه يا صديقي؟ وبعثه دبلوماسيه ايه اللي ورا؟ مؤقته. جميل قوي. يعني عندك بعثه مؤقته وبعثه دائمه. عندك بعثه مؤقته وبعثه ايه؟ دائمه. والبعثه المؤقته دي اركنها على جنب. كده كان درسها صغير. وان شاء الله موضوع محاضرتنا على ايه يا باشا؟ على البعثه الدائمه. يعني ايه البعثه الدائمه؟ انا عايز اروح الدوله دي، احط رجلي فيها، واعمل علاقه دبلوماسيه. انا عايز اروح الدوله دي واعمل علاقه دبلوماسيه، بس انا عايز اعمل مبنى دبلوماسي. عايز اعمل مبنى دبلوماسي لليبيا، مثلا لسوريا، للعراق، لاي دوله اجنبيه عايزه تيجي على ارضي تجيب البعثه الدبلوماسيه. بس خلي بالكم، هتبقى المعامله بالمثل. يعني انا هعمل لك بعثه دبلوماسيه عندي، وهعمل لك مباني دبلوماسيه ومكاتب دبلوماسيه زيك زي
ها، ابعت لك ناس هناك وتعملهم معامله بالميس، اعملهم مباني، ها، واعملهم مكاتب اداريه يستقبلوا فيه المواطنين بتوعنا والرعايه بتاع الدوله بتاعتنا، زي ما انا ما هعمل لك عندي، ها، وتستقبل الرعايه بتاعتك. في مشكله في الكلام ده؟ الكلام طبعا ما فيش مشكله، وحتى الان احنا بنتكلم او هنبدا المحاضره على ما المقصود بالدبلوماسيه. هي وسيله كل دوله لتنفيذ سياساتها كله مع بعض، ها، ولا تخلط بينه وبين السياسه الخارجيه. حبيب قلبي، عايز اقول لك على حاجه، في ناس بتخلط ما بين تنفيذ السياسه الخارجيه وما بين السياسه الخارجيه. وعايز اقول لك يجب الا نخلط بين ايه وايه؟ بين السياسه الخارجيه وبين بصي تنفيذ السياسه الخارجيه. هنا هي ده الكلام كله، اللي هي ايه؟ تنفيذ السياسه الخارجيه. ها، تنفيذ الايه؟ السياسه الخارجيه. صعب الكلام هنا. طب واحد هيقول لي ازاي يا ست دينا الكلام دوت؟ بص يا دينا، احنا بص، انا لما اتعامل معاك سياسيا غير لما انا اكون حاطط حد بيمثلني سياسيا. ما هو في فرق يا جماعه، في فرق ما بين السياسه اللي انا بتعامل بيها مع دوله ثانيه وما بين تنفيذ سياسه خارجيه لمفاوضه، لمعاهده، لاتفاقيه، وهكذا. في مشكله في الكلام ده؟ طيب بص بقى، فالدبلوماسيه هي اجراءات واداره مفاوضات بين الايه؟ بين الدول لتنفيذ اهداف ايه؟ مشتركه، ما بين دوله ليبيا مثلا ودوله مصر، مثال، ما بين دوله مصر ودوله العراق. معلش انا بتكلم عن الدول العربيه كتير اكتر، مع ان هي ما فيش ولا دوله موجوده، بس ما علينا. ها، اكنها موجوده وانها قائمه وكانها كامله السياده، معلش. تمام، خلينا بالاعتبار دوت. تمام؟ طيب بص، ايه هي الاهداف؟ جماعه مصالح، انا طالع احقق ايه يا باشا؟ رايح احقق ايه يا دين؟ انا عملت التليفونات بتاعتي الصامت كده رابع مره ولا خامس مره. اشتغل يلا عشان الكلام متدرج يا حسن، زي ما احنا محمد، يلا على طول، يلا بينا. صلي على النبي. سيب يا حبيبي، ما فيش حد داخل. ماشي، ما في، وقف ما فيش، خلاص خلصنا. تمام؟ في مشكله كده؟ طيب تعالى بقى معايا، بص، والاهداف ايه؟ تحقيق مصالح الايه؟ الدوله، واداره شامله للعلاقات بالايه؟ يا بنتي الناس، احنا عايزين نعمله علاقه خارجيه، احنا عايزين ننفذ سياسه خارجيه بالخارج. فلا باليد حيله، خلاص هنعمل ايه؟ مين اللي هيعملها لنا؟ هو انا اصلا بعمل علاقه دبلوماسيه ايه؟ ما انا لازم يكون ليا اهداف. مش كل فعل ليه هدف. ها؟ مش كل فعل ليه هدف يا عم الناس. وانا محمد هنا انا ليا هدف ان انا احقق مصالح الايه؟ الدوله بتاعتي، وبالاضافه لاداره شامله للعلاقات بالخارج. طب وعلى ذلك هو علم وفن. يعني ايه علم وفن؟ بص يا باشا، الدبلوماسيه هو علم وفن تطلب دقه وايه؟ وفن في العلاقه. مش شغلة يلا حنة تمر هندي، لا 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 لا، ده انا لازم اكون دقيق جدا 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 عشان اعرف اخد يا سلمى القرار المناسب في الوقت المناسب. مش اي حد. يعني مثال، ليه دايما كنا احنا الفترة اللي فاتت لما انتوا كنتوا بتقولوا علينا المتربلطية، ها، كنا بتقولوا ايه؟ بتقولوا الناس دي متبلطيه، مش عايزين مدنيه وعايزين سيسي وغير. طب اهدى بس عليا، انا راجل دارس قانون، ها، وعندي علم بالقانون وعندي علم بالسياسه الخارجيه، بالسياسه مش تنفيذ السياسه الخارجيه، ها، بالسياسه الخارجيه والافعال الخارجيه. فلا بد ان يكون لدينا شخصيه عسكريه ذو خلفيه عسكريه عشان يقدر ان هو يتماشى مع الدول الخارجيه. فاحنا هنا بنتكلم عن ايه؟ عن فكره دبلوماسيه. انا عايز اجيب الشخص الصح اللي ينفذ لي سياسه خارجيه. فلا بد ان يكون ان انت تعلم ان الدبلوماسيه هو علم وايه؟ وفن يتطلب دقه وايه؟ وفن في التعامل، سواء في وقت او وقت. ونزيد وان هو يعني ونزود على الكلام دوت ان هو بيكون عبر الايه؟ الزمن، واصبح ان هو في تطور.
السلك الدبلوماسي ما فضلش زي ما هو، لا ده تطور واستحسن من شيء لايه؟ لشيء. في صعب الكلام ده؟ طيب الدول الاسلاميه، هل عرفت الدول الاسلاميه، السؤال هل عرفت الدول الاسلاميه تاني، هل عرفت الدول الاسلاميه الدبلوماسيه؟ دينا دنيا، هل عرفت الدول الاسلاميه معايا بطه؟ هل عرفت الدول الاسلاميه الدبلوماسيه؟ بص ملخص الكلام، نعم. وفي تركيز صغيره كده يعني في البسيطه خالص. هل عرفت الدول الاسلاميه الدبلوماسيه؟ نعم. منذ نشأة الدول الاسلاميه وحاله الاسرى وجينا بعد كده قلنا بصوا احنا بدل ما ناخد من الاسرى، اسمع الكلام ده وركز فيه، بدل ما نقتل الاسرى او الكلام ده، احنا ناخد منهم فديه. فاكرين الكلام دوت؟ ان احنا الاسرى ايام الدوله الاسلاميه، ما هي دي كانت فكره دبلوماسيه، ان احنا ننفذ معاهم حاجه شبه كده، فاخدنا منهم فديه بدل ايه؟ قتلهم. تمام؟ وان احنا حررناهم. معاك قول. الدول الاسلاميه ولا الدوله الاسلاميه؟ الدوله الاسلاميه. بص انا لما باجي بتكلم عن دويلات، لان احنا اتوزعنا على الاقطار، الاوطار، تمام؟ ثم اجتمعنا، احنا اصلا بدانا من مكان ثم توزعنا ثم رجعنا. لو تفتكر احسن بقى الادوار اللي التي مر عليها الفقه الاسلامي ما علينا من النقط دي. الدوله الاسلاميه. تمام؟ طيب وبالنسبه للقنصليه، احنا قلنا القنصليه هي ايه؟ لا عيب لما واحد يتكلم بس. كل ده قاعد واحد بس اللي يتكلم. ايه يا جماعه في ايه؟ يلا بينا، هي ايه؟ بص بقى استنى بقى، ما هي مصادر اما بجيب القانون بجيب الدبلوماسيه منين؟ بعمل القانون الدبلوماسي منين؟ مش احنا قلنا كل حاجه لها مصدر؟ في حاجه بتيجي كده ببلاش يا جدعان؟ طب استنى بس عليا، احفظ التواريخ دي كويس، احفظها كويس. بص 61 63 82، احفظهم كويس، احفظهم قوي 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 قوي، هنعوزوهم بجانب العرف والكلام ده. بص شايف دول كده؟ فيينا. بص صلى على النبي، انا قلت هنا ايه؟ 82. بص دي دبلوماسي، دي سولي. تمام؟ دي ايه؟ بحار ده 1900 احفظوا. انا دخلت الدخله دي معلش الاول كده عشان ايه؟ اريح دماغي من حاجه. وصلت يا ابن قلبي؟ بص احنا هنا بنتكلم عن ايه؟ ما هو مصدر القانون الدبلوماسي؟ اتفاقيه فيينا 1961. ما هو مصدر القنصليه؟ ايه هو مصدر القنصليه؟ 1963. ايه هو مصدر قانون البحار؟ 1982 في اتفاقيه فيينا. بص بقى هقول لك ايه ده؟ رجع. بص بقى فين يا صاحبي؟ احنا وصلنا فين؟ زي ما احنا محمد ماشي. خش يمين، جيب الشاشه يمين. ماشي. طب ايوه كده. انا قلت في حاجه خالص. طيب بص المصادر الدبلوماسيه 1960. القنصليه 1963. لا كله اعلى الصوت يا جماعه. ايه؟ 61 ودي 63. وبعد كده احنا عندنا البحار. طب بص يا باشا، مصادر دوليه، معاهدات، عرف، قرارات ايه؟ المنظمات. ودي لنا مرجع تاني، دي اسمها مصادر دوليه. اما عندي مصادر ايه؟ داخليه. ودوت كل دوله ليها نظام يا جماعه. ده احنا مش قلنا من شويه انا كل دوله ليها حق ان هي تنظم علاقات دبلوماسيه والبعثه الدبلوماسيه والهيئه الدبلوماسيه والشكل الدبلوماسي والهيكل الدبلوماسي؟ مش كل دوله يا ست الناس. احنا قلنا في بدايه المحاضره ان كل دوله ليها الحق ان هي تعمل الهيكل اللي هي عايزاه والشكل اللي هي عايزاه، ومحدش ليه ان هو يتدخل على دوله ثانيه. كل دوله بحسب قانونها الدبلوماسي
وقانونها القنصلي اللي هو لابد ان يتماشى مع القانون الايه؟ الداخلي؟ الخارجي. القانون الدولي. القانون الدولي يا مرد اللي هو بعباره اكتر ان انا بص امبارح انا مش قلت لك ايه؟ لا يجوز ان يكون في قواعدك الداخليه ان تخالف قواعد ايه؟ خارجيه، وما ينفعش ان انت تعمل معاهده دوليه تخالف قانونك الداخلي، لان انت لو عملت معاهده تخالف قانونك الداخلي ايه اللي هيحصل؟ انت لازم تعدل ايه؟ الداخلي عشان يتماشى مع الايه؟ مع الخارجيه. صح الكلام؟ بعباره اوضح احنا بنقوله ايه؟ ايه المصادر الدوليه؟ معاهدات دوليه، عرف دولي، قرارات المنظمات، ولينا كده ايه شويه تركات في الحاجات دي. قشطه؟ طيب نظام كل العاملين ان يتبع تنظيمها يعني قانون داخلي يجب الا يتعارض مع خارجي دولي. مثال مصر في 1962 نظمت السلك الدبلوماسي والايه؟ والقنصلي. دي هي نظمت ما عملتش القانون هي نظمت بدات بقى تنظم السلك الدبلوماسي في الدوله المصريه. تمام؟ انما دوت في العلاقات الدوليه. انما احنا كمصر في 1982 نظمنا السلك الدبلوماسي والقنصلي. ومعايا كذا ملحق هطلع منه قضايا. الملاحق ديت عارفين بتاعت مين؟ بتاعت الدكتوره اللي بتشرح حاجات. انا جبت الرساله بتاعتها واقول لك على حاجه ده سر ما بيني وما بين اخواتي. بص الدكتوره ديت في الرسائل بتاعتها جابت منها امتحان في سنه اولى. محدش اخد باله من الحته دي، محدش كان واخد باله، بس احنا الحمد لله ربنا وفقنا فيها. تمام؟ وهو ده اللي احنا لازم نشتغل عليه ونشتغل على الرساله بتاعتها. سيبوا لي انا دي بتاعتي انا مالكش دعوه. تمام؟ اهم حاجه انت ركز بس في محاضرتك وخلص اول باول عشان تكون سايب لي الحاجات ديت فيما بعد، ان انا اشتغل معاك فيما بعد. ماشي يا سلمى؟ طيب صلى على النبي. بص القانون الايه؟ الدبلوماسي. باشا مين هم المختصين؟ الكلام بقى اللي هو ايه؟ مين؟ رؤساء. بص خد كلمه رؤساء، وزير الخارجيه، وزير الدفاع. تمام؟ رؤساء، وزير الخارجيه، وزير الدفاع. ايه؟ رؤساء، وزير الداخليه، وزير الخارجيه، اسف مش داخليه، وزير الخارجيه، وزير الدفاع. تاني رؤساء، وزير الخارجيه، وزير الدفاع. بص من هم المختصين؟ الاصل رئيس الايه؟ ورئيس مين؟ ورئيس البعثات الدبلوماسيه، ووزير الايه؟ وقائد القوات المسلحه المصريه بقى مثلا. صعب. طيب الاصل ايضا ان الدوله بما لها من سياده تتمتع بايه؟ هي طبعا ديت يبقى امتحان. هحط لك برضه 16 سؤال على الجزء ده. بص هل الدوله تتمتع بحصانه؟ حصانه اداريه وحصانه ماليه. حصانه اداريه وحصانه مدنيه. اسف ماليه. استنى بس عليا. ومش بس كده ده حصانه اجرائيه قضائيه. يعني عايز تقول لي يا حسين، عايز اقول لك ما ينفعش حد يختصم اي دوله خارجيه داخل. يعني انا لو عندي حد ما ينفعش ان انا احرك قصاده اي دعوه جنائيه. الراجل دوت محصن من اي اجراءات قضائيه. يعني يتمتع بقى. وكمان ما ينفعش ان انا اقضي عليه اي مثلا مثال ان انا انزل له الحي. مثال ان انا انزل له بتوع الضرائب، بتوع النور، بتوع الكهرباء، بتوع الميه، ان انا يعني اختصمهم خصومه معينه، اختصام قضائي. فعشان كده انا بقول لك ايه؟ ان هو لو يتمتع بايه؟ حصانه لاجراءات القضاء والحجز على الاموال. ما ينفعش تحجز على الاموال. وخلي بالك عايز اقول لك على حاجه، ودوت السؤال اللي امتحان. كل ذلك فيما يتعلق باعمال الحكومه، لان لو الاعمال اعمال شخصيه او اعمال خارج عن اعمال الحكومه بتاعته ديت لا تتمتع بحصانه. انا بقول لك ايه؟ الحصانه الاجرائيه القضائيه والحجز على الاموال والمعاملات الماليه في ايه؟ في انهي شق؟ في الاعمال المتعلقه بالحكومه بتاعته.
يعني وهو بيشتغل للحكومه بتاعته، مش وهو رايح يعمل لي تجاره خارجيه، تجاره في الشارع، راح عمل لي مثلا مشاركه مع شخص تاني، عمل علاقه مثلا مع واحد، عملوا مع بعضهم مشروع، فتقول لي انا تبع دوله اجنبيه فانا مش هخضع لاي حاجه، انا معايا حصانه قضائيه ومعايا حصانه ماليه. لا يا حماده، دي حاجات ذو اعتبارات تجاريه شخصيه على جنب، انما انت اي حاجه متعلقه باعمال الحكومه تتمتع بايه؟ ماشي. بص يا عم، اما فيما يتعلق بالحكومه من انشطه ايه؟ تجاريه فلا تتمتع بايه؟ بحصانه. هل كده خلاص الحصانه دي مطلقه ولا مرنه؟ نسبيه. مطلقه ولا نسبيه؟ نسبيه. طيب وبناء على ما سبق فالحصانه لسه ايه؟ مطلقه. طيب حصانه رئيس الجمهوريه، هل تمتد حصانه رئيس الجمهوريه؟ هل تمتد حصانة رئيس الجمهورية؟ هل تمتد حصانة رئيس الجمهورية؟ رد عليا كده رد منطقي. هل تمتد حصانة رئيس الجمهورية إلى أفراد أسرته؟ قول لي نعم. قول لي نعم، ويجوز له أن يتنازل عنه. بس استنى بس، ده قانوني ولا بالحب؟ أيوه بالحب. أقول تاني. يا وليه أنا اتكلمت لسه؟ اسكتي. انا اتكلمت لسه. بص، الحاجه لما تتقال 3 مرات 4 انت هتوريني المرار على انت مش قلتي نازله بعد العيد؟ انا قلت، انت قلت. لا انا قلت لك كده عشان ارتاح منك لحد بعد العيد. ماشي. صلى على النبي حبيبتي رول. بص، صلى على النبي. احنا دلوقتي يا باشا امشي بس معايا تاتا خط العلم. بص، احنا معانا ايه دلوقتي؟ انا بكلمك يا باشا، انا كنت بكلمك. هل يتمتع الرئيس هل يتمتع هل يتمتع رئيس هل تمتد حصانة رئيس الدولة؟ هل تمتد حصانة رئيس الدولة لأفراد أسرته؟ هل تمتد حصانة رئيس الدولة لأفراد أسرته؟ رد عليا نعم. طيب الحصانة دي حصانة قانونية إجبارية؟ لا دي يا جماعة بالإيه؟ بالحب كده، ماشية بالحب ما بيننا وبين بعضنا على سبيل الإيه يا حسين؟ المجاملة، على سبيل على سبيل المجامله. تمام. عشان كده انا بقول لك هنا ايه اهو، رئيس ان هي حصانه رئيس الدوله تمتد لافراد اسرته على سبيل الايه؟ المجامله. ورئيس الدوله يتمتع بحصانه شخصيه على فكره. ايوه رئيس الدوله يتمتع بحصانه شخصيه. ما تقوليش بقى فيما يتعلق بالحكومه. ايوه هي فيما يتعلق باعمال الحكومه، بس هو كشخص رايح يمين رايح شمال ليه حصانه قضائيه. يعني ما ينفعش احرك قصاد. فاكرين يا جدعان في الدولي مش عارف انا الحته ديت احنا تعرضنا ليها ولا لا، لا مش في الدولي، اسف مش في الدولي، اتكلمنا في الجنائي. اعضاء السلك الدبلوماسي اللي بيتمتعوا بحصانات وما ينفعش احرك قصادهم ايه؟ دعوه اجرائيه جنائيه. وجيت اتكلمت، انا مش عايز الخبطك دلوقتي عشان ما تقلناش فيها احنا. تمام. بص احنا قلنا ايه؟ رئيس الدوله يتمتع بحصانه ايه؟ شخصيه وضد الاجراءات القضائيه والايه؟ والماليه. تمام. الدوله استنى بقى عليا. بص استنى، وقف ثواني، تعالى بقى وقفوا كتابه بقى. استنوا بس، استنوا. صلى على النبي. احنا عندنا حاجه اسمها دوله موفده ودوله مستقبله. دوله موفده، يلا انتوا معايا، ودوله مستقبله. دوله موفده ودوله مستقبله. تاني، دوله موفده ودوله مستقبله. يلوي، يعني ايه مستقبله ويعني ايه موافده؟ صلى على النبي. باشا مين اللي جاي عني؟ انت موفد. طيب وانا اسمي ايه؟ مستقبل. خلاص؟ طيب انا رايح، بصوا بقى اسمعوا مني، انا رايح عندكم، بس انت لازم توافق، ومعايا انا شويه كده حاشيه بتاعتي لازم توافق على واحد فيهم. انت كدوله مستقبله استنى، ما ينفعش ان هو يكون هناك شخص غير مقبول. يعني انا عايز اقول ايه؟ ما ينفعش يكون انا في وسطيه عيل مش مقبول.
او راجل من سلك الدبلوماسي مش مقبول، او شخصيه غير مقبوله. يعني ايه يا دينا الكلام ده؟ بصي لي بس دقيقه هنا. بص انا بتكلم هنا ايه؟ الدوله المستقبله تتفق مع المفيده تتفق مع في تحديد اعضاء الطاقم الدبلوماسي. وتحديد الرئيس الدبلوماسي. ما هو خلي بالك في فرق ما بين اعضاء الدبلوماسيه عضو دبلوماسي وما بين اعضاء الطاقم الدبلوماسي. اعضاء الطاقم، ركزوا في ديت. اعضاء الطاقم الدبلوماسي هو رئيس الدوله. اسف استنى اسف. طب صلى على النبي. بص تاخد المعلومه اهي. بص رئيس الدوله لا يعد من اعضاء الطاقم الدبلوماسي. يلا احنا غلطنا فيها اهو، خلصنا الغلطه وخد اهو الجديد بيقول لك ايه؟ ان رئيس الدوله لا يعد من اعضاء الطاقم الدبلوماسي. بس لو شلنا كلمه الطاقم يبقى ممكن رئيس الدوله يكون منهم. يعني اعضاء الطاقم السلك الدبلوماسي لا يكون منهم رئيس الدوله. هو رئيس الدوله رئيس البعثه الدبلوماسيه. رئيس البعثه تاني بص، رئيس البعثه الدبلوماسيه لا يعد من اعضاء الطاقم الدبلوماسي. ما ينفعش اطلق عليه لفظ اعضاء الطاقم الدبلوماسي. امال اطلق عليه ايه؟ عضو دبلوماسي. عضو دبلوماسي، انما ليس من طاقم الدبلوماسيه، رغم ان هو يبقى ماشي في وسطيهم. بس لا يعد من الايه؟ من الطاقم. تكريما يعني احتراما. انا سالت في الموضوع ده قالوا لي ايه؟ قالوا لي هو بس ايه؟ احتراما لشخصيته. فما ينفعش ان احنا نجعله ايه؟ من اعضاء الطاقم الدبلوماسي. طيب وبناء عليه قال لك ايه؟ قال لك الدوله المفيده تتفق مع المستقبله في تحديد اعضاء الايه؟ الطاقم، واعضاء الطاقم لا يعد رئيس البعثه الدبلوماسيه منهم. لا يعد رئيس البعثه الدبلوماسيه منهم اعضاء الطاقم الدبلوماسي. طيب بص ما استنى. طب خد اللي جاي، صلى على النبي. بص يتسلم رئيس البعثه عمله امتى؟ متى يتسلم رئيس البعثة الدبلوماسية؟ متى؟ استنى بس عليا. لما بس كمان بس بناء على ايه؟ موافقة الدولة المفيدة. طب استنى، انا مش عايزة. اديني السبب. بص اعمل غلط. اديني السبب دي مالكش دعوة. حتى انا اقول لك انا مش عايز اهلك من غير ما انت مالكش دعوه. انا مش عايزك ليه؟ انا مش عايزك، دي بتاعتي. انت عضو غير مرغوب فيه، غير مقبول لدي الدوله المستقبله. يبقى خلاص كده اقطم الحكايه وخد بعضك وامشي. مالكش دعوه بينا. فاحنا بنقولوا ايه؟ طيب ده رئيس البعثه او البعثات الدبلوماسيه. طب استنى خد بقى رساله ثانيه. رئيس البعثه الدبلوماسيه رئيس البعثه الدبلوماسيه او اعضاء السلك الدبلوماسي بيتعينوا ازاي؟ بيقدموا ورقه اعتماد للدوله المستقبله. والدوله المستقبله بتعمل عليها ايه؟ موافقه. بيقدموا ورقه بيعملوا ورقه يا حاج. بيعملوا ورقه. يلا الاستاذه اللي ورا بيعملوا ورقه اعتماد. او بعد تقديم ورقه الايه؟ مين اللي بيمضي عليه؟ بتاع الدوله الايه؟ بس خلاص خلصتها اهو. طبعا طبقا لما يجري عليه في الدوله الايه؟ بس خلاص. اعتماد. بص اعتماد، امضاء. ايه تاني؟ بما يجري عليه في الدوله الايه؟ المستقبل. بس كده. قول يابا. هو ينفع العضو الغير مرغوب فيه ده يكون رئيس البعثه مثلا؟ يا باشا. ايوه عندي حبيبي. رئيس الدوله. لا حسين احنا ما ينفعش رئيس الدوله نحطوه رئيس بعثه دبلوماسيه كعرف. يعني يا راجل يا عم انت رايح بعثه دبلوماسيه اسمك رايح تعمل تفاوض رئيس الدوله. ما تدخلش دي السيف في النايب. يعني ما تدخلش الاثنين في بعض. دي لوحدها ودي لوحدها. انت فاهمني؟ طيب صلى على النبي. بص طبقات رؤساء البعثه دي انا هرجع لها تاني معلش عشان دي حفظ بس. الطبقات هو مفيش رسمه معينه للطبقات. يعني ايه؟ يعني مثلا لو احنا عندنا 3 4 دخلوا دوله. تمام. انا رئيس بعثه وانا رئيس بعثه وانا رئيس بعثه.
مين اعلى من مين من قبل مين. بص يا جماعه الحته دي فيها خلاف، تمام، وهاجي انا في اخر يعني ما هيتم ما بيننا وبين بعضينا هقول لك ايه؟ هقول لك بص اللي جه بالاسبقيه، اللي جه الاول هو ده اللي احنا نستقبلوه. واحنا هو رسمه كده انا مش عايز ادخلك فيها دلوقتي، اصبر، لان احنا عندنا ترتيب هنا هنحفظوها، تمام. مفيش فرق ما بين رؤساء الدول، ولكن الاسبقيه باللي قدم ورقه الاول وتوافق عليه وقعد، مش اللي اتوافق عليه ولسه ما جاش. يعني افرض واحد مثلا اتوافق عليه متاخر بس جه الاول، خلاص ده يعتبر لها اسبقيه تاني. والنبي ده له ايه؟ اسبقيه. صعبه دي؟ طيب سيبني بس، دي حاجه على حته عبيطه قوي، فاصبروا بس عليها، تمام. هي نفس الشرح اللي انا قلته، بس انا عايزك بقى تحفظ الترتيب بتاعته، تمام. بص، ودي انا بتاعتي انا في الحفظ، دي بتاعتي انا كده هحفظك حاجات ياما. بص، صلى على النبي. كيف تتكون البعثه الدبلوماسيه؟ بتتكون ازاي؟ يلا يا جماعه، بتيجي ازاي؟ بالاتفاق، يا اما بالايه؟ اهو عن طريق ايه؟ فيينا. يا اما بالايه؟ الاتفاق ما بينه وما بين الدوله، يا اما تطبيقا لايه؟ لفيينا. يبقى يا اما يا اما باتفاقيه فيينا. يعني انا دوله ودوله، يعني دوله الصين ودوله الصاد راحوا اتفقوا مع بعض ان هم يعملوا معاهده دوليه، خلاص، واتفقوا مع بعض عن طريق مفاوضه ان هم يعملوا علاقه دبلوماسيه. خلاص انا قمت عملت علاقه دبلوماسيه ما بين دوله الصين ودوله الصاد، مشيناها بالايه؟ بالاتفاق، او ان احنا نخضع لاتفاقيه ايه؟ فيينا، لان اتفاقيه فيينا امرتنا مثلا بحاجه معينه نعملوها في شان معين. صعبه بنت قلبي؟ طيب بص، فهي تتكون من عدد من الايه؟ وكمان الايه؟ وكمان الايه؟ والايه؟ يعني يعني انا جاي كده ومعايا الحاشيه بتاعتي، معايا خدامي، معايا الاداريين بتوعي، معايا الفنيين، معايا واحد بتاع صحه، واحد بتاع كذا، واحد بتاع كذا، واحد بتاع كذا. انا واخد فريق كامل وماشي بيهم عشان انفذ سياسه خارجيه في الخارج. وانا بعثه اسمي بعثه دائمه ولا مؤقته؟ لا انا مش رايح اقعد عندكم شويه وماشي، لا ده انا رايح اقيم لحد ما واقول لكم على حاجه. بص، ودي هنقولوها، ليس قطع العلاقه الدبلوماسيه تؤدي الى قطع العلاقه القنصليه. يعني لما يبقى في مشكله ما بينه وما بينك دبلوماسيه ما بتاثرش على الكون، والعكس صحيح، تمام. طيب، وكلهم اسمهم اعضاء الايه؟ كلهم اسمهم ايه؟ يا جدع اتكلموا. اعضاء الايه؟ اما اعضاء البعثه، كل دوله لها ايه؟ بتحديد ايه؟ بس مين اللي بيوافق؟ المستقبله، تمام. ولها ان ايه؟ بس ان هي تقدم سبب، لا دون ايه؟ اسباب، تمام. اعضاء طاقم الايه؟ البعثة. قد يكون في ممكن يكون من جنسيه الدوله المفيده، عادي جدا. وامتحان اللي جاي مش دلوقتي، مش عايزين نقول الامتحانات ديت دلوقتي. بص اسمع يا حبيب قلبي، ممكن يكون من جنسيه الدوله الايه؟ المفيده، وممكن يكون من جنسيه الدوله المستقبله، من جنسيه الدوله المستقبله، بشرط ان توافق عليه الدوله المستقبله. ولو من جنسيه دوله ثالثه غير الدوله المفيده ولا المستقبله، يشترط ايضا موافقه الدوله المستقبله. خلاص احنا اركن الدوله المفيده ديت على جنب، جنسيته مش سهله. اما اللي فيها بشرط الدوله المستقبله والدوله المفيده، خلاص يا باشا، خلاص. طيب، اعتقد البعثه قد يكون جنسيه الايه؟ المفيده، وقد يكون المستقبله او دوله ثالثه، ويحق للمستقبله في اي وقت ابلاغ ايه؟ ان في شخص غير مرغوب فيه، تمام. وفي اي وقت ان رئيس البعثه حسب تمام. صعب الكلام؟ طيب استنى، صلى على النبي. ايه؟ ماشي، وقف سنة. طيب بص بقى، هو انا وانا بعمل البعثه الدبلوماسيه، هل يشترط ان انا ابعت لك جواب ان انا اقول لك ان انا يلا انا جاي لك عندك؟
ها جاي عندك. بص يا حبيب قلبي من الاخر احنا بص يجب على الايه؟ المفيده. يلا يجب احنا الكلام ده قلناه من شويه. يجب الدوله المفيده ان تخطر، والاخطار هو الانذار، والانذار هو الاعذار، ان انا اعذر الدوله دي، ان انا اعرف الدوله ديت، ان انا اخبر الدوله ديت ان انا جاي عندكم ببعثه دبلوماسيه، انها ايه؟ ترغب في انشاء مكاتب للبعثه وتحصل على موافقه ايه؟ مسبقه. بص يا حبيب قلبي، هو لازم الدوله المفيده تبعت اخطار لمين؟ الدوله المصر ان انا جاي عندك بايه؟ ببعثه دبلوماسيه. بس خلي بالك برضه، طب لو الدوله المفيده عندها رغبه في انشاء المكاتب عن الدوله المستقبله، تنشئ كده مكاتب اي حاجه كده وخلاص عادي، تروح تاخد بيت كده وتعمل مبنى الدبلوماسي دي؟ لا يا جماعه، لا. هو اصلا المبنى الدبلوماسي ده هو امتداد لسياده الدوله من الداخل للخارج، صح ولا لا؟ هو ينفع دوله الاقليم تدخل المبنى الدبلوماسي؟ فانت يا عم كل اللي عليك تعمل ايه يا اسراء؟ تعمل ايه يا باشا؟ تعملي ايه؟ ان انت تعرفني بس وتبعت لي اخطار وانا وافق عليه، فلا بد ان يكون بموافقه مسبقه من الدوله. يلا بينا على اللي بعده. بص، لو بعتت الدوله، بص صلي على النبي، خلينا في البلد بتاعي. بص، لو عندنا الدوله المستقبله ليها ان هي ترفض، استنى بس عليا وحد الله. لو دوله مستقبله بعتت لدوله مفيده، او دوله مفيده بعتت لدوله مستقبله دعوه عايزه تنشئ مثلا علاقه دبلوماسيه، وانا اتاخرت في الرد، فيها مشكله دي؟ تقع عليا مسؤوليه؟ لا تقع عليا مسؤوليه. طب انا رفضت؟ لا تقع عليا. طب انا اتاخرت؟ لا تقع عليا ايه؟ مسؤوليه. هو انا كده السلطه الاولى والاخيره والكامل للحريه لمين؟ للدوله المستقبله. وانا خلي بالك، انا لو في حد مش عاجبني فيكم او في اي تعامل غير مشروع، انا ممكن ان انا اقول لك ايه؟ انا مش عايزك خلاص. وفي صف الليله ديت يا عم. وخلي بالك، لا ينتج عن قطع العلاقه قطع العلاقه القنصليه. تمام؟ طيب بص، نقطه كمان، واخد ميرنا واخد حبيبه واخد اسراء واخد شويه الشباب دول، تمام؟ وقلت لكم يلا بينا، احنا رايحين ايه؟ رايحين بعثه دبلوماسيه. ركز بس معايا، رايحين ايه؟ بعثه دبلوماسيه. طيب واحنا رايحين هناك كده، جولي وقالوا لي احنا الشخص ده مش عايزينه غير مرغوب فيه، ولقيته موجود، او احنا كنا موجود في البعثه الدبلوماسيه وميرنا مش مبطله، عملت مشكله، راحت طلعت من الدوله المستقبله قالت لك ان الشخص ده غير مرغوب فيه. لو ما رحلتهوش اتعامل معاه ازاي يا وحش؟ اتعامل معاه زيه، اسمع اللي جاي، اتعامل معاه زيه زي الشخص الاجنبي العادي، لان الراجل صاحب البعثه الدبلوماسيه او اللي في البعثه الدبلوماسيه او من اعضاء طاقم البعثه الدبلوماسيه، الناس دي مالها؟ تتمتع بايه؟ بحصان. طيب بمجرد ما انا قلت لك ان هو غير مرغوب فيه وانت ما اتخذتش الاجراءات اللازمه، لا هعامله زي الشخص الايه؟ الاجنبي العادي، اترفعت عنه الحصانه. تمام؟ ولا يكون له حصانه ولا ايه؟ مميزاته على المفيده ان تبلغ باي ايه؟ تغيير داخل هيكل الايه؟ البعثه. لو غيرت اي تغيير عندك يبقى انت ايه؟ بلغني، عشان كده ديت بالنسبه لي انت قاعد على دولتي، واي تصرف مش مقبول بالنسبه لي انا هقدر ان انا ارد. خلي بالك، هي من وظائف البعثه الدبلوماسيه تعمل ايه؟ هتعرفها كمان شويه. من وظائفها ان هي تعمل ايه؟ الوظائف بتاعتها ان هي تحقق مصالح الدوله المفيده، تحمي مصالح الدوله المفيده، تحقق مطالب الرعايه بتاعها على الدوله في الاقليم المستقبله. مش بس كده، ان هي تقدر ان هي توفي بقدر الالتزامات اللي ما بين الدوله ديت والدوله ديت. ومش بس كده، افرض يا عم اني انا عايز اعمل عمليات تجاريه في الدوله دي، معاملات ايه؟ تجاريه، وانا او علاقه دبلوماسيه او معاهده، وانا الدوله المستقبله دي فيها مشاكل. بمعنى، فاكر العاصمه الجديده لما لمينا مليارات الدولارات، وبدانا ان احنا خلاص عملنا حاجه اسمها تغيير المناخ، وجبنا رجال اعمال من الخارج ومن هنا ومن دول العالم كلها، وبدانا ان احنا لسه نستثمر.
طلع لك ناس قالت ايه؟ احنا عايزين نعملوا ثوره 11 وعندنا المناخ الصبح. ها طيب ايه اللي حصل؟ اسمع مني، ايه اللي حصل؟ راحت الدول، كل الدول اللي هي كانت جايه تستثمر ورجال الاعمال اللي جايين يستثمروا سحبوا الايه؟ الفلوس بتاعتهم. ليه؟ لان هم ليهم اصلا رجاله، كل دوله لها رجاله موجوده في كل دوله من البعثه، يعني هي بعثه دبلوماسيه، رجاله البعثه الدبلوماسيه موجوده في كل دوله بتراقب ظروف الدوله اللي احنا ايه؟ قاعدين فيها، فلو في ثوره خلاص. فمين اللي بيبلغ؟ بس بالطريقه المشروعه. يعني انا بوصل اخبار الدوله المستقبله بالطريقه الايه؟ المشروعه. الكلام ده هتلاقيه دلوقتي. بص استنى. طبعا يشترط لانشاء مكاتب تابعه للبعثه موافقه الدوله الايه؟ تاني، يشترط انشاء مكاتب تابعه للبعثه موافقه الدول. بص، وواجب على المستقبله ان تراعي البعثه وتسهل عليها متطلباتها حتى رفع ايه؟ علمها. الكلام ده صعب. طيب بص، الموقف القانوني، ركز كده سريعا بقى. يجوز لرئيس الايه؟ البعثه ان يكون ايه؟ هل يجوز لرئيس البعثه ان يكون رئيسا لاكثر من دوله؟ رئيس بعثه لاكثر من دوله؟ يعني دوله ليبيا ومصر، خلي بالك مصر دايما بتعملها في الايام اللي احنا فيها. يجي مثلا شويه من بتوع فلسطين على شويه من بتوع سوريا على شويه من بتوع ليبيا. هو طبعا ما فيش الدول دي دلوقتي، بس احنا بنتكلم على السن هي موجوده. ومصر تروح ايه؟ واخداهم وماشيه بيهم. هو مين دوت؟ ده رئيس بعثه مصري ولا ايه؟ مصري. طب وليبيا اللي بيرقصها مصر. طب وسوريا اللي بيرقصها مصر. طب وكذا اللي بيرقصها مصر. فهل يجوز لرئيس البعثه الدبلوماسيه ان يكون رئيسا لاكثر من دوله؟ ايوه، رئيس بعثه لاكثر من ايه؟ من دوله. يجوز ذلك. تمام، لاكثر من دوله. ويجوز لايه؟ بسبب. طيب بس خلي بالك، لو كان رئيس لاكثر من بعثه يجب اختار الدوله والدوله المستقبليه تعمل ايه؟ موافقه، وان يكون قائم باعمال الايه؟ النيابه عن الدول الايه؟ الاخرى. بدايه ونهايه. باشا، البدايه بتكون ازاي؟ يا اما باتفاق، يا اما بفيينا، يا اما يلا يا جماعه. طب وانتهاء العلاقه الدبلوماسيه بتنتهي ازاي؟ يا اما بالاراده المنفرده، يا اما يا اما بالاراده، يا اما يا اما انا خلاص انا مش عايزك وانت مش عايزني وخلاص اتفقنا مع بعض وقطعنا العلاقه. يا اما دوله مصر خلاص خربت على فلان، قالت لا مفيش علاقه دبلوماسيه مع فلان، ولا يترتب على قطع العلاقه الدبلوماسيه. ماشي خلاص. طيب، وبناء على اتفاق بين الدولتين واقامه علاقه وذلك بارسال دعوه ولا مسؤوليه في حال ايه؟ ماشي. واقامه العلاقه يعترف هنا اعتراف ايه؟ كلا من بالاخر. يعني لما انا اعمل علاقه دبلوماسيه ما بين دوله ميرنا ودوله وليد الوحش، فدي كده خلاص احنا ايه؟ اعترفنا ايه؟ ببعضنا ضمنيا. انا بص بقى يا جماعه، فاكر كان في سؤال امتحان قلته لك قبل كده؟ قلت لك ايه؟ تبادل اعضاء البعثه الدبلوماسيه او اعضاء الاعضاء الدبلوماسيين او السلك الدبلوماسي تبادلهم ما بين الدوله والاخرى يعتبر اعتراف ضمني ما بين الدولتين. يعتبر واقامه العلاقه وتنتهي بالاراده المنفرده او بالايه؟ وعلى كل الدولتين احترام الاخرى حتى في حاله النزاع المسلح. لازم ان انت تحترمني وانا احترمك. زي مين؟ زي الكلاب ومصر اللي هنفضل ما بيننا وما بينهم السماء والارض حتى بص نهايه العالم وقيام القيامه. احنا هنفضل طول عمرنا اعداء للناس دي في النزاع المسلح، ورغم ذلك ان هم ليهم علاقه دبلوماسيه معانا لا تنقطع. تمام، على كل دوله احترام الاخرى. ماشي، فقطع ماشي. تمام، وقد يرد استثناء، يعني قد يرد استثناء، ممكن يرد عليه استثناء، دي مش مذكوره عندك بس مش هنقولها دلوقتي، انا هبقى اضيفها لك. تمام، وظائفها ايه؟ المفادة، التفاوض مع المستقبلة، التعرف في ظروف المستقبلة بالطرق المعقولة المشروعة، فاكرينها؟ وانتهي ايه؟
تهيئة العلاقات، يعني تهيئ العلاقات ولها ان تباشر اعمال الايه؟ كونسولية. فهل يجوز للدبلوماسية مباشرة اعمال القنصلية والعكس غير صحيح؟ هل يجوز للقنصلية ان تمارس دبلوماسية لا. يجوز الدبلوماسية ان تمارس اعمال القنصلية؟ يجوز ذلك. تمام؟ واخيرا حتة عبيطة قوي. بص والله كان في حتة عايز اقولها لك، ماشي خليها خلاص برضو المحاضرة الجاية وخلاص عشان ما تقلش عليك المحاضرة. تمام؟ حبايب قلبي، حبايب قلبي يلا باي. ايه؟